المغاربه خصهم يديروا خدمتهم. المغاربه اللي ناقصه التربيه خصنا نعاودوا ليه التربيه ديالو. ما يمكنش. اخويا كاينه اللي شوف، كاين اللي هاد البيض وهاد اللحم وهاد الدجاج، كاين اللي ما كيذوقوش، كاين اللي ما تيذوقوش، كاين اللي كيفكر غير في البصله مطيشه بطاطا هي اللي المعيشه ديال المسكين. صافي كاين هاد السلام عليكم. كتبغي تبقى ساكت، ما كتبغيش تهضر، كتقول نسكت يمكن الاوضاع تغير، ولا نسمع شي خبر اللي يعجبني، ولا شي حاجه هكا اللي غادي تفرحني كما غتفرح الناس كاملين، ولكن ما كاين شيء. عرفتي جاني الضحك، ما ضرهم تيقول لك الهم تيضحك. شدوا واحد تاجر في خنيفره مخبع 150 طن ديال البطاطا. علاش؟ ما نعرفت، هو شي علاش ما عرفت، ولكن حنا عارفين باش يربح، باش يذبح المواطن المغربي، المواطن المسحوق مسكين اللي غداتو هي بطيطه ومطيشه. يخبع داك البطيطه ديالو كما يجي رمضان، عارف راسو واش غادي يعيش ولا ما غاديش يعيش. واش عباد الله 150 ألف كيلوغرام ديال البطاطا مخبعه في مخزن؟ واش ماشي حشومه؟ واش ماشي عاره عباد الله؟ احقا خليتي يقرب رمضان يبغي يخرجها السيد، الا تزاد صغير ب2 دراهم ولا 3 دراهم هو ضرب 30 مليون. شي ناس كيتفكر، هاد الناس ما تيفكروش في الله، ما تيفكروش في الله ابدا، تيفكروا غير يعيشوا اليوم، يدخلوا الملايين، يطحنوا عباد الله، ما تيفكروش في واحد اخر مسكين كي داير عايش، شنو عنده، شنو واش عنده داك الفلوس باش غادي يشري داك البطاطا. دابا كيف ما قلت لكم هذا التاجر هذا او هذا الشلاعبي، هذا الشفار اللي دار هذا الشيء، كاينين منه عدد، كاينين منه بزاف. كيف ما تشد هذا راه كاينين واحد اخرين مخبعين. وانا كنظن زعما كيفاش تخبعت هذه الكميه كامله في واحد المخزن، يعني ما عرفوا حتى شي واحد. وحنا الا جا غير شي واحد يبني شي حاجه مثلا ولا هذا، كتلقى المقدم، كتلقى القائد، كتلقى العالم البرقاقه في اخبارهم. يعني هاد القضيه شي شويه ما مفهوماش. المهم ما عليناش، الحاجه اللي بغينا نعرفوا دابا حنا علاش الاسعار ما بغاتش تهبط. علاش عباد الله؟ حنا كدراوش، حنا ناس دراوش مثلا، ماكلتنا هي الخضره. انا بعدا خصوصا كنحماق على شي حاجه سميتها البصله ومطيشه شلاضه. ما بقيناش نلحقوا البصله، ما بقيناش نلحقوا مطيشه، بطاطا في العالي. مني ما كتلقى ما دير احق شنو غادي ندير؟ انا ندير طورطيه. نهار حليت عيني في الدنيا وانا عايشه بالبطاطا والبيض ومطيشه، فليفله مقليه، كنحكوا مطيشه ونديروا عليها بويضات، كنقليو بطيطه ونديروا عليها البيض. يعني كنمشي للسوق مثلا، كنجيب بطاطا، كنجيب البيض ب10 ريال مثلا، اللي كان ما بقاش دابا، ما كاينش دابا. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. فهاد الناس هادو اللي زادوا علينا، شنقول لكم، الشكوى بكم الواحد الاحد. حنا فهمنا بان كاينين تداعيات ديال الحرب، تداعيات ديال كورونا، ولكن خوتي زعما اش غادي نقول لكم؟ نهار اللي حلينا علينا حنا كنقراو بان المغرب بلد فلاحي. انا بعدا كنعقل على راسي في الجغرافيا، المغرب بلد فلاحي، واتجه المغرب باش ينمي الفلاحه ديالو، عايشين بالفلاحه، حنا ناس فلاحيين. حتى الخضره ما بقيناش نوصلوها. فين هي هاد الفلاحه؟ منين حنا نوليو ما نوصلوش المطيشه، ما نوصلوش البطاطا، ما نوصلوش البصله، الدرويش يموت. الدرويش يموت. مثلا كنا كنخرجوا 100 درهم للمارشي، كنت كنخرج 100 درهم كنمشي نتقدى بها، كنجيب معايا دجاج، متبقي كنجيبو خضيره والله 100 درهم في السيمانه، كنت باغا دير بها سيستم زوين. ما بقاتش 100 درهم كتقضي. مؤخرا ديت 250 درهم للمارشي، اقسم بالله ما فيها حتى شي حاجه، ما فيهاش. جايه جاره داك الجراره ميته مسكينه دايره الريجيم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل في اللي بغى يجوع الشعب. الناس مساكن ما باغيين والو، حنا ما باغيين والو، حنا باغيين غير نعيشوا في امان. كنشوف الناس تقريبا دابا هذه سيمانه منين غلات الاسعار، وكنشوف الاصوات ديال الناس كيهضروا، الناس كيغوتوا، يعني في الاغلبيه في لي مارشي، في المارشيه، في السواق الشعبيين، كلشي الناس كيغوتوا، ولا حياه لمن تنادي. ما كاينش اللي كيديها فيهم، ولينا عايشين في واحد العيشه يرثى لها، ما كاينش اللي كيديها فيهم نهائيا.
انا شحال هادي كنت باغا نهضر حتى انا، واخا الصوت ديالي ما كاينش اللي غادي يسمعوا، ولكن حتى انا باغي نخرج داكشي اللي في قلبي. غنقول لكم حسبي الله ونعم الوكيل، بحيث دابا قرب الشهر الكريم، والله يخلينا ويخلي المسلمين ديال بصح، ماشي اللي كيفكروا في عمرو جيابهم، نخليهم على خير ويوصلنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. كنتمنى ان ما يبقاش مطيشه ضربها البرد قال لك مطيشه غلات حيت البرد، ما يبقاش مطيشه ضربها البرد. والبرد اللي كاين في اوروبا ما كاينش هنا في المغرب، عندنا في بلادنا. نكتفيو حنايا بعدا بالبطاطا، مطيشه، خيزو، الدنجال، ما يتصدرش لبرا، لان حنا ناس عندنا ناس مساكن ما فحالهمش، عندنا ناس ما فحالهمش. وليت كنمشي انا مثلا المارشي ما كنرد في يدي حتى شي حاجه والو، وما جايباش داكشي اللي خاصني. بالنسبه للناس كاينين ناس مساكن اللي عندهم واحد لاصوم ديال الفلوس ولاو تيقسموها ما تيبقى لهم حتى شي حاجه. كاين ناس اللي ما عندهمش حتى داك الطريف الفلوس اللي كيدخل لواحد اخر، مثلا واحد 2000 درهم ولا 1500 درهم، راه كاين واحد اخر اللي ما خدامش وعنده وليدات مساكن، غير ناس بوفرين هكا غير ديال الله، يعني غير طالب معاشو، خرج يدبر على راسو، يدخل 100 درهم، يدخل 150 درهم، ولا كيمشي يضيعها في البطاطا وفي مطيشه. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. الله ياخذ الحق. الاسعار ستنخفض تدريجيا. حنا عندنا الشفاره كاينين في البلاد. دابا حصلنا هذا السيد هذا، او حصل اللي داير 150 طن ديال البطاطا مغبرها. هذه هي اللي بانت، ما كتعرفش كاين شي حوايج واحد اخرين ولا. في الوقيته د البصله كيخبعوا البصله، الوقيته د البطاطا كيخبعوا بطاطا، الديسير خلاص لمن استطاع اليه سبيلا. ايوا كيفاش غدير تنخفض هاد الاسعار وحنا عندنا الشفاره وعندنا الشلهبيه في البلاد؟ يعني ضروري خص يكون شي تدخل سريع، ضروري لان هادشي راه ما كيجبد الربح، والله هادشي ما جبد الربح. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. كيبغيو يخبعوا زعما باش يربحوا، ما عارفينش راسهم بانهم يمكن لهم يموتوا قبل ما يوصلهم الربح. ما عارفينش. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. الله ياخذ الحق، الله ياخذ الحق. مشيت نتقدى في المارشي، دخلت عادي لواحد الهري فيه راجل حاج زعما يا حسره. دخلت خديت سكسو محلول يعني ديال الكيلو، خديت الروز، خديت مايزينا، خديت المهم خديت داكشي اللي خصني. اقسم بالله جاتني 220 درهم. منين خرجت نسيت واحد الحاجه وتفكرت، يعني منين وصلت لواحد الهري واحد اخر تفكرت بان ناقصني واحد الحاجه. دخلت لعنده سولت على الاغلبيه ديال المواد اللي خديتهم، لقيت داك الراجل اللي حاج يحصره زايد عليا، هل يزيد عليا فيها 3 دراهم، هل يزيد فيها 4 دراهم، هل يزيد فيها 5 دراهم. وقفت وبقيت نقول حسبي الله ونعم الوكيل. علاش؟ لان زايد عليا، هو زايد، الاخر زايد، الاخر كل واحد زايد الحاجه اللي جايه في ضماو. كاينش مراقبه الاسعار، ما كاينش. فهمتوا كيفاش؟ بقيت غادا كنهضر بوحدي في الزنقه، ولا بقيت غادا كنهضر بوحدي. انا ما صراحه انا هاد الراجل خصني نديكلاري به، ولكن خرج بقيت غادا كنهضر بوحدي وديكلاريت به ودعيتو للواحد الاحد لربي هو اللي غينتقم منه. علاش؟ لانه انا بامكان داك 2 دراهم اللي زاد عليا في هذا الكيلو و5 دراهم في داك الكيلو واحد اخر نشري بها حاجه واحده اخرى، ولكن هو ما كيقنعش، هو شفار وكاينين منه بزاف. يعني الاثمنه كل واحد كيلغي بلغاه، وهذا ما كان. يعني الهضره بزاف والسكات حسن. الله ياخذ فيكم الحق، الله ياخذ فيكم الحق، الله يبين فيكم شي نهار الشلهبيه يا الشفاره. كيفاش غادي تشوفوا وجه الله؟ كيفاش غتشوفوهم؟ في تركيا واحد بنا موبل ماتوا فيه الناس، حصلوه هاز الفلوس وهارب، هو مشى في الرقبه ديالو ارواح الناس. نتوما ما كتخافوش من الله؟ كتفكروا غير شنو خصكم تدخلوا لجيوبكم؟ ما كتعرفوش راسكم واش غتصرفوا على داك الفلوس ولا ما تصرفوش عليها؟ كطحنوا الدرويش، كطحنوه. حسبي الله ونعم الوكيل. ناخذ البرودوي ديال التصبين غالي، ناخذ قرعه بيدو ديال الزيت ب 140 درهم، البرودوي ب 150 درهم. ها هي ميزانيه. انا ما كنهضرش على الناس اللي عندهم الفلوس، كنهضر على الناس اللي دراوش،
مثلا انا كنت كناخذ داكشي ديال الشهر، مثلا غادي ناخذ برودوي ديال التصبين، كناخذ قرعه مركزه كنت كناخذها ب 100 درهم، وليت كناخذها ب 100، زادوا عليها 50 درهم. البيدو ديال الزيت كنا كناخذوه ب 60 درهم، ولينا ناخذوه ب 180 درهم، 140 درهم. فين غاديين؟ فين واصلين؟ عايشين العيشه ديال كندا، عندنا الاثمنه ديال كندا والصالير ديال المغرب. اللي بغيت نقوله هو اننا فاهمين، والاغلبيه ديال الناس راهم فاهمين وعارفين شنو كاين، عارفين بان كاينين تجار اللي كيتاجروا بينا وباغيين يجوعونا، ولكن خلينا لهم الله، ربي كبير. ما تفكروش في الموت، ما عارفينش واش داك الارض تقبل عليكم ولا ما تقبلش عليكم. حسبي الله ونعم الوكيل. الله ياخذ الحق، الله يعاون.